ووسط كل النظريات دي كان في نظرية بتتقال في السر بيتهموا فيها الكابتن الكندي ان هو اللي هجم على السفينة برجالته وقتلوا كل اللي عليها ونضفوا السفينة بعديها وألفوا القصة اللي قالوها ورجعوا بالسفينة عشان ياخدوا المكافأة. وبالرغم ان النظرية دي ما اتقالتش بشكل رسمي في المحكمة، بس كانت بتتقال في جلسات الاستماع. وبعد 3 شهور من جلسات الاستماع افرجوا عن السفينة وسلموا الكابتن الكندي هو وفريقه حوالي 8000 دولار وقتها، واللي يعادلوا دلوقتي حوالي 160 ألف دولار أو 8 مليون جنيه مصري. وبعديها القصة تنتشر في العالم كله ويعدي عليها سنين، وزي ما احنا عارفين ان كل ما القصص تتنقل ما بين الناس بيتضاف عليها تفاصيل ملهاش اي علاقة بالحقيقة. مثلا سنة 1883 نشرت الصحيفة الامريكية لوس انجلوس تايم قصة تانية خالص عن لغز ماري سيليست، زي انها قالت ان القبطان لقى السفينة في احسن حال والنار بتاعت الاكل شغالة والاكل اصلا متحضر على الترابيزات، وان اخر تاريخ متسجل في السجل كان قبل ساعة واحدة بس من وقت ما لقوها. وطبعا كل ده معمول عشان يزيدوا غرابة الحادثة ويفتحوا باب للناس عشان يتخيلوا ايه اللي ممكن يكون حصل. وبعديها يبدأوا الكتاب كل واحد فيهم يكتب عن القصة بتفاصيل مختلفة عن اللي حصل. وطبعا كل الفبركة والهبد ده صعب فكرة الوصول لتفسير منطقي للي حصل. وبالرغم من كل السنين دي مفيش اي تفسير منطقي 100% عن حقيقة اللي حصل. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا، حكاية ماري سيليست، السفينة اللي خرجت في رحلة وما رجعتش زي ما طلعت وسابت لنا وراها لغز عمره ما اتفك، وفتح باب كبير للخيال والجدل ويمكن كمان للرعب. لكن الحكايات لسه مكملة ولسه في أسرار كتير مستنياكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك، بيفرق جدا معايا وبيحفزني ان اكمل. ولو بتحب النوع ده من القصص الغامضة والحكايات عموما اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانزل اكتبلي في التعليقات تحب الحكاية الجاية تكون عن ايه، لاننا هنا من قلب الحكاية بنكشف المجهول وانت معانا جزء من الرحلة.